إن الولايات المتحدة بتقوم بتقديم الدعم العسكري المباشر وإعادة تعبئة مخزون الحرب في إسرائيل من خلال قواعدها الإقليمية في المنطقة، وأبرزها قاعدة العديد في قطر اللي بتعتبر المقر الرئيسي للقيادة الأمريكية المركزية في المنطقة. وده بيظهر هنا في الصور دي من خلال تتبع مسار واحدة من طيارات الشحن التابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قاعدة العديد في قطر. أكيد متوقع طبعا أن الدعم العسكري الأمريكي بيجي من قاعدة العديد في قطر، اللي هي اللي موجود فيها القاعدة المركزية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي قاعدة العديد المتواجدة في قطر. لو عرفنا أن القاعدة دي تعتبر هي القاعدة الأمامية للقوات الأمريكية في المنطقة كلها، وفيها كل أشكال الدعم اللوجستي المتوفر للقوات الأمريكية في المنطقة كلها. يعني كفاية انك تعرف ان فيها كمان اكتر من 8000 عسكري، ده غير ان فيها انواع كتيرة من الطيارات، سواء مقاتلات حربية او انذار مبكر وجمع معلومات او نقل استراتيجي او قاذفات استراتيجية بعيدة المدى زي البي 52. ده غير أنظمة الدفاع الجوي زي الباتريوت والساد، وأنظمة رادار وإنذار مبكر كتيرة. نرجع مرجعنا للطيارة اللي تم رصد حركتها من قاعدة العديد في قطر، اللي بتقدم الدعم المباشر لإسرائيل. إن هم عملوا خط سير، يعني عشان تمويه، إنها بتاخد خط سير بتطلع من قطر تروح لقبرص وتلف وترجع تاني، تنزل في إسرائيل تقدم الدعم بتاعها وترجع تاني من نفس المسار، عشان ما حدش ياخد باله إن الدعم بيوصل مباشر من قاعدة في قطر لإسرائيل. فاحنا هنا بنتكلم على دور عربي في التهدئة او الدور عربي للوقوف مع فلسطين. طب ازاي والقواعد الامريكية الموجودة منتشرة في المنطقة في الاراضي العربية بتدعم اصلا اسرائيل في حربها على قطاع غزة؟ يعني حتى مش قادرين نمنع امريكا من تقديم الدعم لاسرائيل حتى من القواعد اللي موجودة في اراضينا في الاراضي العربية. انتوا متخيلين ايه اللي بيحصل؟ يعني الناس بتطلع في التلفزيون تتفاوض عشان وقف اطلاق النار، واحنا بنقف مع فلسطين في نفس الوقت ما فاتحين اراضيهم لدعم عسكري مباشر لاسرائيل من امريكا عشان تضرب بالفلسطينيين. عجبت لك يا زمن والله.